في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على كيفية عمل لمبة بيان للموتور، بحيث ان احنا نبقى عارفين موتور المية شغال ولا لا، علشان ما يشتغلش على الفاضي يعني. بفكرك ان القناة عليها قوائم تشغيل مرتبة للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسة والصيانة العامة. انا احمد داوود، دكتور هندسة. دكتور هندسة. فك المسمارين دول كده. تمام، قرب بقى المفتاح من فوق. دي لمبة البيان اللي معمولة للموتور. اللمبة دي محروقة، صح؟ الموتور ده الزرار بتاعه، يعني احنا بنوصل الكهرباء من هنا لهنا، او بيوصل كهرباء من هنا لهنا علشان تروح للموتور. يعني دي الفازة. جميل، يعني احنا ناخد هنا طرف لللمبة مع المفتاح. يعني المفتاح لما انا افتحه هيوصل الطرف ده بده يشغل الموتور، يبقى انا احط هنا طرف برضو من اللمبة علشان اللمبة هي كمان تاخد فازة. يبقى فاضل كده النيوترال. اشوف مين الخط النيوترال في دول واوصل ليه هو كمان طرف لللمبة. احنا هنلاقي ان لمبة البيان القديمة اللي معمولة للموتور، اللي هي اللمبة دي، اللمبة الصغيرة دي، واخدة اهي طرف الفازة من هنا اهو، كوبري اهو كده. ادي الكوبري اهو، السلك ده كده. يبقى معنى كده ان المفتاح ده بيعمل على توصيل الفازة دي الفازة او خط الفيز، بيوصلها للطرف ده علشان يطلع بطرفين. طرف رايح للموتور اللي هو السلك ده رايح للموتور يغذيه، وطرف التاني رايح للمبة البيان اللي هو ده كده عشان يغذيها. وهتلاقي لمبة البيان واخدة خط ارضي اللي هو السلكين اللي تحت دول، ده منهم كده واحد ارضي. انا ممكن الغي ده بقى، الغي اللمبة دي، خلاص هي لمبة محروقة. اشيل الكوبري ده كده. انا ممكن اوصل هنا الطرف الاولاني لللمبة، والطرف التاني لللمبة ده النيوترال. اوصله فين؟ اوصله هنا مع دول كده. ده كمان من تحت اشيل. يبقى ادي الطرفين. النيوترال الاخضر ده، النيوترال الاخضر والفيز الاحمر ده، دول اللي كانوا رايحين للمبة البيان القديم. انا هعمل هنا توصيل على التوازي لمبة البيان الجديدة الكبيرة بقى. طيب اللمبة دي انا استرشدت بيها هنا. لو انا ما عنديش اللمبة دي هعمل ايه؟ هاخد طرف من الارضي مباشر لللمبة. جميل، يبقى انا كده وصلت لللمبة والموتور طرف ارضي مباشر. فاضل بقى الموتور واللمبة ياخدوا خط الفيز. ادي خط الفيز اهو، ده خط الفيز الرئيسي رايح اهو على المفتاح. ليه؟ علشان بالمفتاح ده يطلع على الموتور واللمبة. واحد اهو طالع على الموتور اللي انا ماسكه بايدي ده طالع على الموتور، وده طالع على اللمبة. لمبة بالسلك بتاعها، ادي الطرفين اهم بتوعها. يلا بقى نركب طرفين اللمبة هنا وهنا. ادي طرف كده هي اخدت فيز. هنا لما اوصلها هنا هتاخد ايه؟ هتاخد النيوترال. ده نغطي العلبة كما كانت. وادي اللمبة اهي. احنا كده قافلين الموتور اهو، المية ضعيفة. افتح كده الموتور. اول ما فتحنا الموتور اللمبة نورت والمية شدت اهي. اقفل الموتور، اقفل. يبقى اللمبة دي كده شغالة بيان مع الموتور. طول ما الموتور مفتوح اللمبة منورة. أرجوك ما تنساش والدي ومحمود أخويا من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجة يا ريت تدعي ليا وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.